السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبيب قلبي؟ من آخر وصفة كنا مع بعضينا، يا رب تكونوا جربتوها وتكون عجبتكم. ان شاء الله معايا النهاردة كده فيديو تاخدي منه أفكار تعملي أكل ايه سهل وسريع وياخدش معاكي وقت خالص النهارده ان شاء الله. اول حاجه وهي المكرونه بشاميل كده باللحمه المفرومه، كانت صيصه كده وجميله. ان شاء الله هنزلها لك بالتفصيل في فيديو مفصل بالطريقه من اولها من الالف للياء، ولكن بديكي فكره ان انت ممكن تعمليها حلوه للعزايم، ولو هتعمليها غدا سريع باللحمه المفرومه جميله. ممكن تبدلي اللحمه المفرومه بالفراخ عادي اللي هي البانيه، جميلة جدا. لو انت اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لان معظم اللي بيشاهدوا القناة مبيبقوش مشتركين، اكتر من مشتركين. طبعا المشتركين دول حبايب قلبي، ربنا يخليكم ليا. بوريكم بصوا بقى جوسي ازاي و جميلة جدا. بقول لكم بقى ايه، حطوا لايك كده للبشاميل دوت الجميل. تاني وصفة هي مش سهلة وسريعة، يعني الصراحة هي بتاخد وقت، ولكن من أحب المأكولات للناس كلها، وهي المحشي المشكل. مفيش حد بيختلف عليه. هنا كان بقى عندي بتنجان أسمر، بتنجان أبيض، فلفل رومي وكوسة، كله في حلة واحدة. وبرضو لو عايزة تشوفي التفاصيل الفيديو ده موجود في القناة. طبعا انا بخاطب اللي هم لسه يعني اول مره يشوفوا الفيديو ده. طبعا اللي معايا في القناه طبعا منوريني، فعارفين طبعا الطريقه باذن الله، وكانت حلوه جدا جدا. تالت وصفه بقى لو انت محتاره تعملي ايه، وهو الحواوشي. سهل 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 وسريع جدا، وبرده في القناه، ما بياخدش معاكي وقت ويعني موفر اقتصادي. كان من نص كيلو لحمه مفرومه عملنا كمية حواوشي رهيبة. وبرضو الكبدة، هنا كبدة بلدي، ممكن تستبدليها بالمستورد على حسب ما انت بتحبي اعمليها، ولكن الطريقة واحدة يعني. ف ولكن البلدي بتاخد يعني ايه سن التسوية بسيطة بسيطة جدا، يعني مفيش فرق ما بينهم. بس انت عارفة المستورد على طول بتشم النار بتستوي على طول، ولكن دي يعني أكلة سريعة سهلة مغذية جدا، وممكن تاكليها بكذا شكل، مع مكرونة، مع عيش بلدي، مع بطاطس، في فينو بالليمون، تحفة. طبعا هنا المكرونة بانيه برضو مفيش اسرع منهم، مكرونة بالصلصة صغيرة كده، او اي نوع مكرونة انت عايزاه. سلطة خضراء، والسلطة مهمة جدا في الاكل يا حبايب قلبي، ما تستغنوش عنها. وطبعا البانيه وده كنت عاملاه بتتبيلة حلوة في القناة وجميلة جدا وهادية، وعاملة الكفر ده من دون بيض بالبقسماط بس. هنا برضو عندنا وصفة برضو اقتصادية، وهي اللحمة المفرومة. وده كام من ربع كيلو لحمة مفرومة. عملنا الصينية دي خلي بالكوا غويطة جدا، عاملة زي الطاجن، صواني الطاجن. فالكمية بسم الله ما شاء الله رهيبة. برضو الوصفة موجودة في القناة، جميلة جدا موفرة جدا، بتنفع لكذا حشوة، تحفة. انا بعتذر طبعا النهاردة المفروض كنت انزل لكم فيديو جديد، ولكن معلش انا تعبانة شوية، ادعوا لي ربنا يشفيني. وان شاء الله اعمل لكم ان شاء الله الوصفة اللي جاية حلوة قوي، هتعجبكم باذن الله. ولكن برضو الفيديو ده يعني مش بحطه كده ان انا بنزل فيديو، لا والله بديكوا افكار برضو لحاجات حلوة. انت ممكن تبقي محتاره، ساعات بنحتار احنا كتير جدا احنا نعمل اكل ايه في اليوم ومنبقاش عارفين نعمل اكل ايه. فانت ممكن تعملي حاجه زي كده، لحمه مفرومه ممكن تدخليها باي حشوه. هنا بقى كان عندي رز وكوسه، انا ما عملتهاش الصراحه في القناه، ولكن هعملها لكم باذن الله. الكوسه باللحمه المفرومه دي تحفه يا بنات، مع حبه رز بالشعريه وسلطه خضراء، روعه 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 روعه، وسهله وسريعه برضو. وما تحتاجيش ان انت تجيبي فرخه او لحمه صحيحه، لا بلحمه مفرومه. يعني ممكن بتمن لحمه مفرومه تعمليها على نص كيلو كوسه، تحفه. انا كنت حتى على كيلو كوسه ربع كيلو لحمه مفرومه، تحفه يا بنات والله. لو تعملوها بتكايه كده حلوه، ان شاء الله هنزل لكم الفيديو
قريب، انا يعني فيديو غير ده انا هعمله لكم يعني مخصوص باذن الله. تعالوا بقى نخش على التحليه. الشعريه بلبن اسهل واسرع تحليه ممكن تعمليها في حياتك، وهي الشعريه بلبن. حلوه قوي ومغذيه لاولادنا، لان فيها طبعا لبن. في كتير ما بيحبوش اولادنا اللبن، فبندخل لهم اللبن في كذا حاجه: شعريه بلبن، مهلبيه، كاكاو بلبن، حلبه بلبن، حاجات كتيره جدا ممكن ندخلهم اللبن فيها. الكيكات بيبقى فيها بيض ولبن، في اولادنا ما بيحبوش ولا اللبن ولا البيض. تعالى بقى نشوف بقى اخر حلوه معانا، وهي كيكه الشاتو. كيكه الشاتو، لا هي مش اخر حلوه طبعا، في حلوه بعديها، بس دي اخر حلوه. ممكن انت يعني ايه بالشوكولاته كده، وحلوه وجميله ومشبعه جدا. يعني ممكن القطعه دي انت شايفاها صغيره، مشبعه جدا يا اولاد، والله للاولاد جدا، مشبعه جدا للاولاد. تحفه تحفه تحفه. طعمها لما جمدتيها في الفريزر وجيتي تاكليها، طعمها عامل بالظبط بالظبط زي سندوتش الايس كريم. وحسن الختام، وهي حلاوة المولد، السمسمية والفولية، أو السمسمية والسودانية على حسب ما بتسموها، السودانية أو فولية دي. والله العظيم جربوها، موفرة جدا في الفلوس، وأنضف وسهلة، مش صعبة جدا. دي ما نعملهاش في البيت. آه، حتى تحس ان هي بفرحه، كانك بتعملي كده كحك وبسكوت، بتحسي بفرحه لما انت تشتريها من بره. لا، مادام ما خلاص الطريقه سهله وسريعه، تعمليها في البيت تحفه، والاولاد كده يفرحوا بيها. كل سنه وانتم طيبين، ما تنسوش في لايك وشير وكومنت حلو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.